بتبدأ مع رايلي وابوها كريس اللي بيكون مدرس ومنقول لمدرسة جديد، وبيقول لبنته انها تحاول تتأقلم مع اصدقائها الجداد. وبيدخلوا المدرسة وبيكون كل البنات عينيهم على كريس، ودي كايلا اللي بتصور كل الطلاب علشان تجمع صور تذكارية علشان الكتاب السنوي. وبتشوف كريس وبتركز معاه وبتاخد له صور كتير، وبيجي معاه حصة الانجليزي وكريس بيشرح لهم، وبتكون كل البنات معجبة بيه. وبيلاحظ ان تريشا بتلعب في الموبايل، فبياخده منها وبيقول لها قولي لنا اغنيتك المفضلة ايه. بعدها بيطلب من الطلاب يقولوا اغنيتهم المفضلة، وبيخلص الدرس. بعدها كايلا بتروح للمكان اللي بتروح له بعد كل حصة، وهناك بتقابل رايلي وبتقول لها انها مستغربة لانها الوحيدة اللي بتيجي هنا، وبتتعرف عليها. ولما بتسألها عن اسم ابوها بتقول لها كريس، وبتطلب منها ما تعرفش حد لانها مش عايزة حد يعرف. واخر اليوم كايلا بتخرج وبتشوف كريس وهو مع بنته وبتصوره. ولما روحوا كريس بيسأل رايلي عملت صداقات جديدة ولا لا، فبتقول له على كايلا، فبيقول لها انها بنت لطيفة. وكايلا كمان بتكون روحت بيتها، وما بتقول لها انها خارجة تقابل شاب اتعرفت عليه في السوبر ماركت، وانها اشترت فستان جديد للمقابلة دي مخصوص. ولما بتنام كايلا بتحلم بكريس وهما بيعملوا علاقة مع بعض. وتاني يوم كايلا بتروح لرايلي علشان تذاكر معاها، وبتسألها عن زمايلها وبتحاول تعرف منها معلومات اكتر عن كريس. فبتقول لها انهم نقلوا للمدينة دي علشان ابوه اكتشف ان امها بتخونه، وبتعرفها انها كانت اقرب حد لامها، بس حاليا بتحاول تصاحب ابوها وتتأقلم على العيشة معاه. بعدها رايلي بتستأذن وتدخل الحمام، وكايلا بتدخل غرفة كريس وبتشوف صورة كريس جنب سريره، وبيكون واضح ان كايلا مهووسة بكريس. وتاني يوم في المدرسة في حصة الانجليزي تريشا بتكسر القلم بتاعها وبتطلب من كريس يديها قلم غيره، وبتبدأ تتغزل فيه. فبتتضايق كايلا وبتبصلها بغل. بعدها تريشا بتروح لرايلي وبتقول لها ان ابوها جميل، فبتسألها عرفت منين ان ابويا، فبتقول لها علشان بتركبي معاه كل يوم وانت مروحة. وبتقول لها انها عايزاها تخرج معاها بالليل يعملوا شوبينج مع بعض، ورايلي بتوافق وكايلا بتكون شايفاهم. وبعد ما بتمشي تريشا بتيجي كايلا وبتقول لها تاخد بالها منها لانها مش كويسة، وباين عليها معجبة بكريس. وبتقول لها السنة اللي فاتت كان في مدرس تاريخ وتريشا كانت معجبة بيه، وكانوا بيخرجوا مع بعض بعد المدرسة. ولما إدارة المدرسة عرفت فصلوا المدرس ده. وتاني يوم كايلا بتتصل بيها وبتعرف منها انها هتكمل 18 سنة قريب، فبتقترح عليها انها تعمل عيد ميلادها ببيت كايلا بحجة ان بيتها كبير وهيستحمل الضيوف. بعدها بتغير الموضوع وبتسألها عن كريس، وبتسألها اذا كان على علاقة ببنات ولا لا، فبتقول لها انه اتعرف على واحدة شافها في السوبر ماركت وبيخرج معاها كل يوم. ولما بتسمع كايلا الكلام ده بتفتكر كلام امها وانها اتعرفت على واحد في السوبر ماركت. وبيخبط الباب وكايلا بتروح تفتح وبتلاقي كريس قدامها جاي قابل امها، وبتعرفهم على بعض. وبتعرف ان كريس يبقى المدرس بتاع كايلا. بعدها كايلا بتاخد الورد وبتشوف كريس وهو بيغزل امها، فبتغير عليه وبتحط الورد في الزهرية وبتملاها مية وبتوقعها على كريس. وكده كريس هيبات عندهم الليلة دي لحد ما ينضفوا له هدومه، وبتعشى معاهم. وبتكون كايلا مركزة معاه، وكريس بيسألها ناوية تدخل جامعة ايه، بتقول له انها هتدرس صحافة لانها بتحب التصوير. بعدها كايلا بتسيبهم وتطلع غرفتها، وبتكون غيران وبينزل يقول لهم لازم نبلغ الشرطة. لكن كايلا بترفض وبتقول لهم انها خايفة وعايزة تقعد معاهم، وامها بتروح تجيب لهم حاجة يشربوها. وكايلا بتقول لكريس انه لازم يرجع البيت علشان بنته، فبيقول لها انها هتقضي الليلة مع تريشا. وتاني يوم كريس بيفطر معاهم وبيقول لكايلا انه هياخدها المدرسة، بس هيعدي على رايلي ويروحوا المدرسة. وكايلا بتكون متضايقة من رايلي علشان خرجت مع تريشا، وبتقول لها انها بتستغلها علشان توصل لكريس. لكن بتقول لها ان تريشا قالت لها ان كايلا هي اللي كانت على علاقة بمدرس التاريخ، لكن كايلا قالت لها ان تريشا بتكذب عليها. بعدها خرجت واتخانقت مع تريشا وطلبت منها تبعد عن رايلي. وبالليل كايلا اتصورت صور مغرية، وتاني يوم وهي بتفتح الخزانة بتاعتها وقع منها صور كتير من الصور دي، ودخلت لكريس علشان تحكي له اللي حصل. وكريس حاول يطمنها وقال لها انه هيعرف مين اللي عمل كده وهيعاقبه. ولما بترجع البيت امها بتقول لها انها خايفة عليها وخايفة لا يكون في حد بيستغلها، لكن كايلا بتقول لها انها كويسة وانها اتقبلت في جامعة إيميرسون. وامها بتفرح وبتقول لها فراقك صعب بس انا هتأقلم وهتجوز كريس. وكايلا بتحس بالغيرة وبتقول لها تفكر في الموضوع كويس. تاني يوم كايلا بتقعد مع رايلي وبتعتذر لها وبتقول لها انها كانت مصاحبة مدرس التاريخ وان الصور دي كانت معاه بس مش عارفة ازاي وصلت الخزنة. واخر اليوم كريس بيقول لكايلا انه هيوصلها، وهو بيوصلها بتعرف منه انه هيقابل امها النهاردة بالليل. وبالليل كريس بيروح لبيت كايلا علشان يشوف امها، وبيدخل الحمام عندهم. في الوقت ده كريس بيجيله رسائل كتير من تريشا، وكايلا بتوريها لامها. ولما بيخرج من الحمام امها بتواجهه بالرسائل دي وبتنفصل عنه وبتطرده من البيت. وبنكتشف ان كايلا هي اللي بعتت الرسائل دي على اساس انها تريشا علشان تبوظ علاقة كريس بامها.
وتاني يوم بيكون عندهم امتحان وبيجي المدير ومعاه الشرطة وياخدوا تريشا لأنها متهمة إنها اللي نشرت صور كايلا. بعد الامتحان كايلا بتكون واقفة تصور في الناس، وبتيجي رايلي وبتقول لها إن النهاردة عيد ميلادها، وبالليل بتقول لأمها إنها رايحة عيد ميلاد رايلي. أمها بتقول لها إن المدير كلمها وقال لها إن تريشا هي اللي نشرت صورك وهي دلوقتي في الحجز. وبتروح كايلا للحفلة فبيخرج وراها كريس وبيلاقي معاها ازازة خمرة وبيحاول يكلمها لكنها بتسيبه وتمشي، وكريس بيطلب من الطلاب يرجعوا بيوتهم. وكده كايلا تكون نجحت انها تبوظ علاقة كريس ببنته، وبينزل كريس علشان يدور على بنته، لكن كايلا بتكمل افعالها وبتقوله تلاقيها سكرانة لانها مدمنة وانا حذرتها كتير وعرضت عليها تروح للدكتور. وكريس بيتجاهلها وبينزل يدور على رايلي. وتاني يوم كريس بيوقف رايلي وبيحاول يصالحها لكنها بتكون لسه متضايقة منه وبتطلب منه يبعد عنها وبتسيبه وتمشي. وبيدخل كريس الفصل وبتيجي ام كايلا وبتواجهه بكل اللي حصل بينه وبين بنتها، وبتفكره انه استغلها وبتضربه بالقلم وبعدها بتمشي. ورايلي بتبص لابوها بصة حسرة وبتسيبه وتمشي، وامها بتقف معاها وبتنصحها تبعد عن كريس، لكن كايلا بتقول لها انها عندها 18 سنة يعني خلاص امها ملهاش حكم عليها. وامها بتعرف ان هي اللي ورطت تريشا في قضية الصور علشان تبعدها عن كريس، وبتقول لها ان المدير عايزها. بعد كده كريس بيكون في البيت وبتجيله رايلي بعد ما هديت وبتلومه على اللي عمله، فبيعتذر لها وبيقول لها انه مش هيكون ليه علاقة بكايلا ولا بغيرها. وبالليل كايلا بتتصل بتريشا وبتطلب تقابلها، وتاني يوم بيتقابلوا فعلا. وتريشا بتكون متضايقة منها بسبب اللي عملته فيها، وبتقول لها بسبب اللي عملتيه خسرت منحة دراسية. وبتستغل كايلا الموقف وبتضرب نفسها وتكسر دراعها. وبيكون كريس وصل وبتطلب منه يساعدها، وبتقول له ان تريشا هي اللي عملت كده فيها، وتريشا بتتسجن ظلم للمرة التانية. وكايلا في المستشفى امها بتسألها عن اللي حصل، فبتقول لها انها بتقول الحقيقة وان تريشا هي اللي ضربتها. وبيوصل كريس ورايلي المستشفى، ورايلي بتقول لها ان كريس خلاص هيبعد عنها وان علاقتهم انتهت لحد هنا. فبتتظاهر كايلا انها راضية بالكلام وبتطلب منها تصور مباراة كرة السلة اللي بتتلعب لان دراعها مكسور ومش هتعرف تصوره. فبتوافق رايلي وبتاخد منها الكاميرا، وقبل ما بتمشي بتطلب منها تشوف كريس لآخر مرة علشان تودعه. ولما كريس بيدخل لها بتطلب منه يكملوا علاقتهم مع بعض، لكن كريس بيقول لها ان كل حاجة انتهت وانه مش عايز يشوفها تاني. لكن كايلا بترد عليه وبتقول له هتشوفني كل يوم في الفصل. فبيقول لها كريس انه هينقل نفسه من المدرسة علشان يبعد عنها، وبيخرج وبيروح للمدرسة. وفي نفس الوقت كايلا بتاخد مشرط من المستشفى وبتهرب بيه وبتروح المدرسة، وهناك بتقفل النور على رايلي وبتقول لها انه ما ينفعش يبقى هما الاتنين موجودين في حياة كريس، وبتضربها بالمشرط في بطنها. وبتدخل المكتب على كريس وبتهدده بالمشرط انه يكمل العلاقة معاها، لكن كريس بيضربها وبيقوم علشان يمسكها، لكن كايلا بتضربه برجلها فبيقع على راسه وبيفقد الوعي. فبتخبيه عند المكتب، وعامل النظافة بيسمع الصوت فبيدخل علشان يشوف ايه اللي بيحصل، فبيلاقي كايلا بتتظاهر انها مصابة وبتطلب يساعدها، فبيروح علشان يشوف حد يساعدها. ورايلي بتجري عليه وبتقول له يهرب، لكن قبل ما يستوعب كلامها بتهجم عليه كايلا وبتقتله. ورايلي بتجري وكايلا وراها وبتقول لها ان هي الوحيدة اللي هتكون في حياة كريس وبتخنقها، لكن رايلي بتضربها بالكاميرا لحد ما بيغمى عليها. وبتوصل الاسعاف والشرطة وبياخدوا رايلي وكايلا للمستشفى. وبعد مرور الوقت بتخف وبتفتكر اليوم اللي كايلا ضربتها فيه، وبتخرج علشان تروح الجامعة. بتلاقي كريس بيعمل CV علشان يقدم في شغل جديد، فبتطلب منه مفتاح العربية علشان تروح بيها الجامعة، وبيخرج معاها لحد العربية وبيودعها. وبتمشي رايلي وبيكون في شخص مجهول بيراقبهم من بعيد، وتقريبا بتكون كايلا.